اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اكيد غادي تكونوا ضغطوا شنو توجدوا الفطور، شنو تعملوا. فجبتكم هاد الشهيوه هادي اللي ساهله مهله، وكتوجد زعما كلشي في الدار. ما كتشري الورقه ما على برا ما حتى شي حاجه، والورقه ناجحه 100% وغزاله بزاف بزاف. اول حاجه غادي نحتاجو فيها جوج كيسان ديال الطحين. بالنسبه هذا العبر هذا اللي عملت انا، بغيتو عملوا 3 الكيسان، بغيتو عملوا جوج كيسان اللي بغيتو. غادي نزيد شويه ديال الملح مع شويه ديال السكر وصافي. نخلط الطحين مع الملح والسكر. السكر اختياري، بغيتو تضيفوه، بغيتو ما تضيفوهش. في نفس الكاس اللي عبرت فيه الطحين غادي نحتاج كاس. غادي نخويه ونبقى نحرك، وغادي نزيد له نص كاس. يعني جوج كيسان ديال الطحين في نفس العبار ديال الكاس غادي نحتاجو له كاس ونص ديال الماء. صافي، هادو هما المكونات ديال الورقه ديالنا: الطحين مع الملح مع الماء. واذا بغيتو تضيفوا السكر ضيفوه، ما بغيتوش ما تضيفوهش، ما كيعمل زعما حتى شي حاجه. صافي، غادي نخلط العناصر مزيان 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 مع بعضهم على هاد الشكل هذا حتى نشوف باللي تجانسولي زعما ديال بصح. وصافي ندوز ديريكتومون نطيب فيهم. ما كيديش الوقت بصفه نهائيه. بالنسبه لهاد الورقه هذه، فعملت الورقه ديال البخار. كنعملوا واحد الكاسرونه فيها نص ديال الماء كما كتشوفوا، وغادي نعملوا فوق منها واحد المقله اللي تكون في نفس العبار ديال الكاسرونه. كانت عندكم مقله كبيره عملوا كاسرونه كبيره، كانت عندكم صغيره عملوها صغيره. انا هنايا عملت غير الورقه غير صغيره في المقيله صغيره، حيتاش ما غاديش نحتاجها زعما كبيره. صافي، غادي نجيب واحد الشيطه وغادي نبقى ندهن المقله ديالي بهذه الطريقه عشوائيا، ولكن غادي نبدا بالجوانب هما الاولين، عاد نبقى ندخل للوسط حيتاش الوسط دغيا كيطيب. فالجوانب هما اللي خصنا يطيبوا مزيان باش كيبقاو يتقلعوا معنا، وعاد كنجروها من الوسط كتطلع معنا بسهوله. بغيتو عملوها بالشيطه بحال اللي عملت انا، بغيتو عملوها بالبونجا حتى بالبونجا سبونخه، حتى هي كتجيبها مزيونه ورطبه من الوسط، يعني ما كيجيش فيها هاد الخطوط ديال الشيطه. وغادي نجيب واحد الطبيصه اللي نبقى نحط فيها هكذا الوريقات ديالي، وغادي نحتاج شويه ديال الزيت باش ملي نبقى نحط ورقه ندهنها من الجوانب. وشوفوا معايا الورقه كيفاش كتحيد بسهوله، زعما ما كتعذب ما حتى شي حاجه، وكتجي فنه. شوفوا لي شحال رقيقه. بغيتو تعملوها غليظه على هيدا عملوها. هانتوما كما قلت لكم الزيت غادي نبقى ندهنو غير في الجوانب وشويه من الوسط باش ما تجينيش مزيته بزاف. دابا هذه الاولى عملت لا زيت زعما شويه زايد على اخرين ما غادي نبقى نحطها. شي غادي ندهنو شي لا، حيت صافي ديك اللي كتكون عندنا في الاول هي اللي كتبقى تزيتو لنا كاملين باش ما يجيوناش هكذا مزيتين بزاف. وغادي نعاود معكم وحده بشويه بلا ما نزربها، حيتاش الطريقه الاولى كنت زربتها. دابا هادي نعدلها معكم غير بشويه باش تشوفوا الخدمه ديالها. ما زعما ماشي ضروري انك تزرب يدك ما حتى شي حاجه، كتخدم بالمهل بشويه عليك. بغيتي تزرب من الاحسن، ولكن زعما حتى اذا ما زربتيش ماشي مشكل. كما قلت لكم كنبداو بالجوانب هما الاولين، وكنبقاو داخلين 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 داخلين. الدائره الوسطيه كنخليوها هي الاخر. ملي كنعملو في الوسط كنبقاو نعمرو الفراغات اللي كيبانو لنا هكذا باقيين خصهم شويه ديال العجين. كنبقاو نعمرو ساهله مهله، وزعما ما فيها لا خوف لا حتى شي حاجه. كتخدموا بشويه عليك وصافي كطلع معكم غزاله. ان فوا كنسالي هكذا البشيته ديالي، كنشوف الجوانب بداو كيطابطقوا لنا بحال اللي كيطلعوا الراسهم. ملي كيطلعوا كنهزوهم بشويه بحال هكذا وكتهز معنا الورقه. شوفوا لي كيفاش كتخرج رقيقه حتى يدك كيبان من التحت منها. هانتوما شوفوا كنلصق لكم على يدي باش نبين لكم شحال شفافه. وملي كتعمروها وداكشي كتجي مقرمله، فريمون كتجي غزاله بزاف بزاف. كنعاود نوري لكم هادوك الجوانب كيفاش كيطرطقوا غير بوحدهم، حيت كنبداو بهم هما الاولين. فملي كتكونوا يلا ساليتو الوسطي صافي كيبقاو يطرطقوا معكم وكنحيدوها بسهوله.
هاد اللقطة هادي ما بغيتش نحيدها في المونتاج، حيتاش من حيدتها بقيت كنحرك فيها بيدي كما غادي تشوفوا باش نوريها لكم زعما شحال خفيفة وكتبين اليد وداكشي. وهي طيح لي في هذا، في الطاسة اللي كان عندي فيها الخليط، وهزيتها عادي قطرتها من زعما قطرت من ديك العجينة مزيان، وعاودت رجعتها طيب. ما سيبتها ما حتى شي حاجه ويلا جات شويه غليظه، يعني ما جاتش رقيقه بحال الاخرين. يعني مي يوقع لكم بحال الطرائف بحال هيدا، غير عاودوا حطوها تطيب عادي كما كطيبوا الاولين وصافي كترجع لكم الورقه عاديه. فضروري شي وحده كتخرج من الجنب، يا اما اللوليه كتعجل لكم، يا اما هذه كتبقى مثلا كطيح لك في الطاسه، يا اما كتلصق لك. المهم نتوما ملي يوقع لكم بحال هكذا ما تقولوش لا ما نجحتش معايا، غير عاودوا الثانيه والثالثه واكيد غادي تنجح معكم، سواء في هادشي ديال الورقه، سواء في حياة ديالكم العامه. زعما ما تكونوش كتستسلموا دغيا للحاجه، حاولوا اكيد غادي تنجحوا في اي حاجه عاودتوا المحاوله فيها. وبالنسبه لهاد الورقه هذه ديال البخار اللي كيعجبني فيها هي كنلعب بها كما بغيتي. شوفوا شحال انا كنزير عليها في يدي، زعما كنشدها مزيان، ومي كنطلقها كترجع عادي بحال اللي زعما ما كمشتيها ما حتى شي حاجه. هذه باش عجبتني الورقه ديال البخار بزاف بزاف. بهاد الطريقه كتلعب فيها، عامله سيجار، عامله زعما بريوات، اي حاجه كتصدق لك في فنه. هنايا كان المغرب عليني يأذن، وانا باقي لي العجينه تبارك الله، داك 2 كيسان ديال الطحين خرجوا لي كميه كبيره. يعني اذا كنتو عاد عملوا غير شويه عملوا غير كاس بارك عليكم. ومن شفت المغرب قرب يوصل، صافي بقيت كنهز بالمعلقه وكنحط في الوسط ديال الطاسه، كان هذاك بالشيته دغيا كنحاول انني نزرب باش ما يطيبليش. وصافي دغيا ساليتهم، من عملت هاد الطريقه دغيا ساليتهم. اما ملي كنعمل الشيته بوحده بوحده كتعطل، يعني ماشي كتعطل، الخليط بحال اللي ما كيتقاداش فهمتوا. صافي هنايا بالنسبه للتعميره عملت كفته مع بصيله وفلفل، شحرته مع بعضه مزيان مزيان. وبقيت كنعمل ديك الورقه في هذا المول هذا كندخلها، وكنعدل التعميره ديالي، ومن بعد غادي نزيد لها صوص بلونج بحال هكذا. كتلذنا الحشوه بزاف بزاف. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. وبالنسبه للشدان ديالها غادي غير نجمع الورقه على هذا الشكل هذا، وندخلها في داك الحفيفره صافي ساهله مهله، ما كاين لا لوي لا قنينطات لا بريوات لا حتى شي حاجه، غير كتعمر صافي كتشد عليها طريقه عشوائيه، وكيجيو النضار ديالهم بحال الوريضه. هانتوما غادي نعاود معكم وحده عن قرب. كنعمل الورقه كنعمل في وسطها الكاس باش زعما تهود لي مزيان في داك الحفيره. غادي نعمل في وسط منا الحشوه، بغيتو تعدلوها غير بالحشوه البارده ديال البطاطا والثوم ومايز وداكشي، بغيتو عدلوها بكفته، المهم كيبقى داكشي اختياري، وشنو عندكم في الدار موجود هو اللي تخدموا به. وصافي غادي نلوي عليها الورقه. هانتوما كما قلت لكم عندك شي عشوائي، يعني غير كتجمعوا هكذا بيدكم وصافي كتسكيو عليها. نسيت ما قلت لكم شي بالحق، المول قبل ما نعمل فيه الورقه راه دهنته بشويه ديال الزيت، راه غادي يبان لكم مدهون بالزيت. وهاد الورقه هذه هي اللي طاحت لي في العجينه، عليها غادي تشوفوها جات بحال اللي مضوبله على اخرين جاو شفافين ورقاقين، هذه جاتني شويه غليظه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الحفيرات ديالي كاملين. ومن غادي نساليهم كاملين غادي نزيد لهم صوص بلونش هكذاك من الفوق، باش بحال اللي كتلصق داك الفوقاني مع بعضه. هذه اختياريه، بغيتو عدلوها ما بغيتوش ما تعدلوهاش. ومن موراها غادي نعمل شويه ديال الفرماج حمر من الفوق على كل وحده. بغيتو عدلو جبن كيسو حتى هو زعما كيحمي الورقه ما تحرق الناشي، وكيجيب لنا التعليكه مزيونه. انا عملت غير جبن حمر من الفوق وصافي.
من بعد غادي ندخلها طيب غير من التحت، ومن نشوفوها بحال اللي بدات كتشد في راسها نفتحو نشعلو لها من الفوق، وصافي دغيا 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 كتحمر دغيا دغيا. ما كديش معاكم حتى 5 دقائق وقيله في الطياب ديالها، وكتخرج لنا على هذا الشكل هذا. كتجي غزاله بزاف بزاف، من التحت كتجي مقرمشه مقرمله، ومن الفوق كتجي بحال الوريضه. فريمون المنظر ديالهم كيجي غزال بزاف بزاف وسهله مهله. هنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. واذا عجبكم ما تنسونيش من جيم وكومنتير، ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. خليت لكم الراحه.